ماما انا جيت ازاي؟ انا امل ندى، اخصائيه تربيه خاصه، وهساعدك عشان تبقي عرفتي تربي. اكيد مريتي بالسؤال ده، ولو ما مريتيش بيه هتمري بيه، بس اوعي تردي زي غيرك. روحي اسال باباك مش عارفه. بص، هو انا دعيت ربنا لقيتك على طول، فتحت الباب لقيتك، والاجابات الغريبه اللي احنا بنسمعها. تعالوا انا وانتوا اقول لكم طريقه سهله عشان تردوا على السؤال ده. بس قبل ما ارد على السؤال ده لازم نحط قاعده انا وانتوا الاول، وكنا حطيناها قبل كده بس هفكركم بيها. اي سؤال ابنك سالهولك لازم تردي عليه اجابه صحيحه تناسب سنه. تاني، اجابه صحيحه تناسب سنه. ولو مش عارفه ما فيهاش مشكله خالص، قولي له انا مش عارفه دلوقتي بس هبحث واجي اقول لك، عشان لو ما جاوبتيش عليه هيفضل السؤال في دماغه ويفكر فيه ويفضل يدور عليه لحد ما يلاقي الاجابه، وانا مش عارفه ساعتها الاجابه ممكن تكون ايه، صح ولا غلط، تناسب سنه ولا ما تناسبهوش. فلازم الاجابه تكون من عندك انت الاول، صحيحه وتناسب سنه. صحيحه وعرفناها، طب تناسب سنه ازاي؟ ايوه لازم تناسب سنه، عشان بعدين لما يكبر هيسال نفس السؤال، فهتشيلي المسميات اللي انت حطيتيها وتحطي المسميات الصحيحه زي اجابه السؤال ده. تعالوا نشوف هنجاوب ازاي اجابه صحيحه وتناسب سنه. هو دلوقتي لسه صغير، لسه تحت سن ال6 سنين، وسالك السؤال ده، هتجاوبي عليه تقولي له ايه؟ تعالوا نشوف في الاجابه بتاعتي وافيه الشروط ولا لا ان هي تكون صحيحه وتناسب سنه. هنقول له مفهوم الاسره الاول. الاسره دي بتتكون من ايه؟ وهعرفكم في فيديو تاني ليه مفهوم الاسره لازم يتقال، ماشي؟ بس خليكم فاكرين لازم في الاول نعرفوا مفهوم الاسره بتتكون من ايه؟ من بابا وماما وانت يا صغير. شفت فرح خاله اللي انت لسه حاضره لما العروسه لبست الفستان الابيض وخاله العريس لبس البدله؟ هنا بدات الاسره بتاعته، ماشي؟ يبقى ده تكوين الاسره. عرفنا هيبتدي من امتى؟ هنعرفه ونقول له بقى ماما بتكون معاها بونبونيه في جيبها، وبابا بيكون معاه بونبونيه في جيبه. ولما يكون بابا وماما عايزين يجيبوا بيبي صغير على الحياه، بابا بيستأذن ماما او ماما تستأذن بابا، وهما الاتنين لازم يكونوا موافقين. بابا بيدي البونبونيه اللي في جيبه لماما ويفضلوا يدعوا ربنا ان يبقى فيه بيبي، وهي عشان خاطر هي كانت البونبونيه فاكيد البونبونيه هتكون ايه؟ في بطنها. وبعد فتره البونبونيه اللي دخلت دي بتكبر تكبر تكبر لحد ما تكون بيبي صغير بايد ورجل وراس وبطن وكده وعيون ومناخير وبق زيك كده يا صغنن. وجه بعد فتره والبيبي اكتمل، راحت عند الدكتور وخلفت. تعالوا نحلل القصه مع بعض. تناسب سنه؟ تناسب سنه. تعالوا نشوف بقى هي صحيحه ولا لا. ازاي؟ لان في الاول عرفنا ان دي بابا بيدي ماما حاجه، ولازم قبل ما يديلها تكون ماما وبابا موافقين، والبيبي بيكبر في بطن ماما وبتروح عند الدكتور عشان يخرج للدنيا بسلام. دي يبقى كده صحيحه وتناسب سنه. لما يكبر شويه ويبدا يدرس علوم، فاكرين في فيديو التربيه الجنسيه قلت لكم لو في حاجه حصلت ارموا الموضوع للعلم. لما يجي بقى يدرس في العلوم الموضوع متكامل، تبداي تشيلي اسم البونبونيه وتحطي اسمها الصحيح. يبقى انت كده معلومتك صحيحه وتناسب سن. جاوبنا على سؤاله بشكل صحيح من غير الاجابات الغريبه اللي احنا بنسمعها.